السلام عليكم. عاملين ايه؟ ناس كتير بيكون نفسها تتصدق، ولكن ليس معها مال تتصدق به، لأن الصدقة أصلا أعظم ما يبحث عنه الميت بعد ما بيموت لو تمنى أنه يرجع إلى الدنيا، بيتمنى أنه يرجع إلى الدنيا علشان يتصدق. القرآن أو ربنا في القرآن قال لنا الكلام ده، قال إن بعض الأموات بيقولوا فأصدق، يعني ربي رجعني فأصدق وأكن من الصالحين. فبيبحث الميت بعد ما بيموت عن الصدقة. طيب واحد بقى ليس معه مال يتصدق به، يعمل إيه؟ محروم هو من أجر الصدقة؟ لا، هقولك على طريقتين سهلة جدا هتحصل بيهم على أجر الصدقة حتى لو ما معكش فلوس. الطريقة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كل إنسان فينا بيصبح وعليه صدقة لازم يتصدق بيها. كم صدقة علينا يا رسول الله؟ قال 360 صدقة لازم تتصدق بيهم كل يوم. قال الكلام ده فين؟ 360 صدقة؟ قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل مفصل لازم تتصدق عنه بصدقة. طب يا رسول الله أنا ما معيش أتصدق، لا صدقة ولا 2 ولا 300، هتصدق إزاي يا رسول الله؟ قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وممكن بقى الدنيا دي تتلم في حاجة بسيطة جدا. قال ويجزئ من ذلك ركعتان، يعني ركعتين لو صليتهم هيتحسبوا لك ب 360 صدقة. منهم أو امتى الركعتين دول يا رسول الله؟ قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ركعتين الضحى بيتحسبوا يا فقير يلي نفسك تتصدق وليس معك مال، وحتى الغني اللي عاوز يزود صدقاته، ركعتين الضحى بيتحسبوا ب 360 صدقة، 360 صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يركعهما من الضحى. طب دي الطريقة امتى طيب أصلي الضحى؟ وقت صلاة الضحى. انشروا الفيديو ده يا جماعة علشان تتحسب لكم ملايين الصدقات. الوقت الضحى بيبدأ من بعد طلوع الشمس بتلت ساعة لحد قبل صلاة الظهر ب10 دقايق. سهلة. صلي ركعتين 2 هيتحسبوا لك ب 360 صدقة بنية صلاة الضحى. تمام. الطريقة الثانية بقى انك تكون دليل لإخوانك على الصدقة، الناس اللي تقدر على الصدقة، أو إن هي تتصدق حتى ولو بصلاة الضحى، فتتكتب لك صدقتهم بنفس الأجر اللي هم أخذوه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله. من دل على خير، النبي يقول كده، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فأنت علشان تتصدق بهذه الصدقات لو سمحت اعمل كده، صلي الضحى ركعتين يتحسبوا لك ب 360 صدقة، ودل الناس على صدقات الخير. وكم من ناس صالحة نحسبهم من الصالحين بنشاور لهم على مكان الصدقة بيروح ويتصدق، واحنا بنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرنا سويا ولا يحرمنا الأجر في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم من نشر هذا المقطع فاكتب له بعدد من عمل به صدقات مقبولة يا رب العالمين. السلام عليكم.